بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الرز بلبن بطريقة كده حلوة. غير الطريقة التقليدية اللي احنا متعودين عليها. هيبقى معاكي كريمي كده زي ما انت شايفاه وجميل جدا جدا جدا، طعمه في منتهى الجمال. خليكم ماشيين معايا خطوة بخطوة كده، وان شاء الله بإذن الله هتاكلوا احلى رز بلبن. في أمارية كده طلبت مني طريقة الرز بلبن. عشان كده انا نزلته لها على طول، ما اقدرش ارفض لكم اي طلب. خليكم معايا كده وان شاء الله باذن الله الطريقه هتعجبكم جدا. اول حاجه كده هنسمي بسم الله، ومعايا هنا كده كوبايه او مج كده من بتاع الشاي. رز طبعا كنت غسلاه كويس ومصفياه من ميته كويس. هحط عليه كده 3 كوبايات بنفس معيار الكوبايه، هحط عليه 3 كوبايات من الميه. ميه بارده من الحنفيه عادي خالص. بعد كده هاخده واروح كده على البوتاجاز على طول. حطيته كده على البوتاجاز، اول ما بحطه على نار عاليه شويه، بس مش عاليه يعني، مش يعني عشان ما يتحرقش مننا او يفور. هحطه على نار عاليه شويه، واول ما يغلي معايا هعد بالظبط 3 دقايق، وبعد كده ههدي عليه النار. هو كده خلاص كان عدى عليه 3 دقايق، ههدي بقى كده عليه النار لحد ما الميه تنشف منه خالص ويستوي. زي ما انتوا شايفينه كده الحبايه بحبتها. مش مهرية قوي بس مستوية، الرز مستوي. لو عدى المية اتشربت ولسه الرز معاكي مش مستوي، يبقى هنزوده شوية مية كمان، وبرده نبقى مهديين عليه النار. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ انا خدت كده حوالي معلقتين كبار من الرز اللي انا سلقته دوت، وهركنهم على جنب، وهنشوف دلوقتي هنعمل بيهم ايه. خليكم معايا كده خطوة بخطوة، هتاكلوا احلى رز بلبن. معايا بقى هنا كيلو من الحليب كامل الدسم. حطيته كده على الرز، وهاخد كمان هقلبه بس كده. وبعد كده هاخد الحلة اوديها تاني كده على النار. حطيت كده الحلة على النار، وخليت النار هادية عليها خالص، ويعني عيني عليها كل شوية بقلب فيها. وهنشوف دلوقتي بقى هنعمل ايه. هاخد كده المعلقتين الرز اللي انا كنت خدتهم اللي هما المستويين، وهحط عليهم كده نص كوباية من المية. وطبعا السكر حسب الرغبة. انا حطيت نص كوبايه وطلعت معايا مظبوطه. فالسكر ده حسب الرغبه. ومعايا هنا كيس من الكريم شانتيه، كيس كامل هنحطه. وكمان معلقتين كبار كده مليانين من النشا. تمام كده. هقلب بس كده شويه، اخلي كل الحاجات دي تمتزج كده مع بعضيها. بعد كده هاخدهم على الخلاط على طول، هضربهم في الخلاط ضرب، يعني هخليهم ناعمين جدا جدا كده. وهتشوفوهم معايا دلوقتي قوامهم بيبقى عامل ازاي. انا كده خلاص ضربتهم في الخلاط، عاملين كده زي فوم كده وناعمين بجد، يعني كان شكلهم حلو قوي، كمان الريحه كانت حلوه قوي. ريحه الكريم شانتيه بتدي بيدي طعم وريحه حلوه قوي قوي للرز بلبن. تمام كده خلاص هما جاهزين معايا. هرجع بقى للحله كده على النار. شايفين القوام بتاعهم عامل ازاي؟ هرجع تاني للحله على بالرز على النار، وهفضل اقلب فيها كده، ايدي فيها ما سيبهاش لحد ما اللبن يبتدي يغلي معايا، او الحليب يبتدي يغلي معايا. اول ما يبتدي يغلي كده زي ما انتم شايفين، قبل بقى ما يفور مني، هحط الخليط اللي انا ضربته في الخلاط. طبعا اول ما بحطه على طول الرز بيتقل معايا. انا بحب قوامه يكون مش تقيل قوي، طبعا القوام دوت على حسب حريتك انتي. طبعا انا في الوقت دوت لما دوبته كده دقته لقيت سكره مظبوط. السكر يا جماعه عايزين قليل عايزين كتير، ده على حسب الرغبه عندكم. تقدري في الوقت ده تحطي باكت فانيليا، احنا بنحبه من غير فانيليا. تمام كده هفضل اقلب فيه كده على نار هاديه لحد ما يديني القوام المطلوب اللي انا عايزاه. قبل بقى ما اطفي عليه مباشره، معايا كده معلقتين كبار من القشطه.
القشطه دي كانت عندي في الفريزر، دي اللي بشيلها من على وش اللبن. حابه تشتري قشطه من اللي هي المعلبه مفيش اي مشاكل خالص، عندك قشطه من دي برضو مفيش اي مشاكل. ولو ما عندكيش ممكن ما تحطيش، بس هي بصراحه بتعزز الطعم وبتخليه دسم كده وجميل قوي. اول القشطه كده ما تدوب معايا في الرز هطفي عليه على طول. هو قوامه كده بالنسبه لي حلو قوي، لان انا مش بحبه تقيل قوي، وكمان هو لسه بيتماسك اكتر من كده. خلاص كده انا شيلته بقى من على النار، وهبتدي دلوقتي اغرف. انا معايا هنا العلب بتاعه الرز بلبن، كنت بجيبها علشان تبقى متغطيه، عشان ليها غطا يعني احسن من البولات الصغيره. عندي كده كام واحد هملاهم، وبرضو هكمل في البولات السلاطين الازاز اللي عندي. نقلب كويس كده واحنا بنقلب. وطبعا عايزه بقى تزينيه زبيب، جوز هند، مكسرات، اللي يعجبك، احنا بنحبه بصراحه ساده. طبعا هغرفه كده وهسيبه على الرخامه لحد ما يبرد تماما خالص. وبعد كده بحطه في التلاجة. انا كده خلاص خلصت الكميه. هحطه بقى في التلاجة بس بعد ما يهدى خالص، ومغطيوش كمان دلوقتي علشان الغطا وهو سخن كده هيعرق وينزل عليه ميه. انا بقول كل التفاصيل للبنات المستجده اللي لسه مش عارفه تعمل حاجه. كده خلاص كان عدى عليه 3 ساعات كده في التلاجة زي ما انتوا شايفينه. قد ايه جميل جدا وكريمي. والله العظيم حبة رز زي العسل. جربوه بنفس الطريقة، هتاكلوا رز كريمي جدا، وطعمه احلى بكتير من اللي بتشتريه من بره. كفاية ان انت عاملاه بايديكي في البيت، وضامنه نظافته، وضامنه انت حاطه فيه ايه بالظبط. والله طعمه جميل جدا جدا جدا. جربوه كده بنفس الطريقة، وانا متأكدة ان هو ان شاء الله هيعجبكم جدا. كمان والله الكاميرا ظلماه، ده هو كريمي اكتر من كده كمان. انا كنت بحاول اقرب الكاميرا اكتر من كده عشان تشوفوه كويس. بالهنا والشفا على قلبكم، بهنا والشفا للي يجرب. وان شاء الله اتمنى ان يكون الفيديو النهارده نال اعجابكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.